السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وصفتنا النهاردة سهلة قوي وبسيطة، بس في نفس الوقت مهمة جدا لباقي اكلنا. النهاردة هنسلق مع بعض اللحمة بالطريقة الصح علشان ناخد منها احلى شوربة واطعم لحمة. وكمان هنشوف كل التكات اللي هتخلي اللحمة تستوي معاكي بسرعة، وازاي لون الشوربة يبقى فاتح وجميل. يلا على طول نسمي الله ونبدأ في وصفتنا. بس قبل ما نبدأ، لو اول مرة بتشوفوني، انا نرمين علي ودي قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. ما تنسوش بقى تشتركوا، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير. في حلة سخنة هنحط معلقة سمنة ومعلقة زيت. الزيت هيدي لون حلو للحمة، والسمنة هتخلي اللحمة طعمها حلو. واول ما يسخنوا بنزل عليهم ب5 فصوص صغيرين من المستكة. واول ما المستكة تدوب مع الزيت والسمنة هننزل عليها اللحمة. الحلة تبقى سخنة قوي والنار عالية، وده لازم علشان نعمل صدمة للحمة بتاعتنا، علشان اللحمة ما تنزلش ميتها. وهسيب اللحمة على نار عالية تتشوح شوية وتاخد لون حلو من ناحيتين. وبعد كده هنحط عليها التوابل: 5 ورقات لورا، و5 فصوص حبهان، و5 فصوص قرنفل، وعود قرفة خشب، وفلفل اسود حصى. والفلفل الاسود بنحطه حصى مش مطحون علشان ما يغمقش لون الشرب، او تحطي فلفل ابيض مطحون. وهقلب كل التوابل الحلوة دي مع اللحمة تتحمص شوية وريحتها تطلع وتدي ريحة حلوة قوي للحمة. الله على الريحة، تحفة. بعد ما شوحنا التوابل مع اللحمة هنزل عليها بالبصلاية متقطعة 4 تربع، وطماطماية متقطعة 4 تربع، وجزراية، وفصين توم. وبنحط البصل الابيض علشان لون الشوربة يبقى فاتح. البصل الاحمر هيغمق لون الشوربة شوية. وهنقلبهم كلهم مع بعض، وهبقى مجهزة جنبي مية سخنة. هشوحهم مع بعض شوية كده علشان كل النكهات دي تاخد من طعم بعض. طيب، في ناس بتشتكي ان اللحمة بتاعتها بتغيب معاها في السوا. هقول لكم بعد شوية هنعمل ايه. ودلوقتي هنضيف عليها مية سخنة بتغلي، مش مية من الحنفية، علشان اللحمة ما تعملش ريم، ويفضل لون الشوربة شفاف كده وجميل. وعلشان اللحمة ما تاخدش وقت معانا في التسوية، هنجيب نوى او 2 من نوى البلح التمر، دي بتخلي اللحمة تستوي بسرعة. وكمان حطيت تمرتين هيخلوا طعم الشوربة حلو قوي، وكمان بيسووا اللحمة بسرعة. طيب، لو ما عندناش تمر او نوى تمر هنحط معلقة سكر، هتدي نفس المفعول، بتسوي اللحمة بسرعة وبتخلي طعم الشوربة حلو. والملح مش هنحطه دلوقتي خالص، هنحطه قبل ما نطفي على اللحمة ب10 دقايق، علشان الملح بيأخر التسوية. اللحمة تغلي على نار عالية، وبعد كده بنغطي عليها ونهدي النار ونسيبها تستوي براحتها. اطعم حتة لحمة تاكليها لما بتسيبي اللحمة تستوي كده على نار هادية براحتها. لما تحس ان اللحمة دخلت في السوا بنضيف عليها الملح ونسيبها تكمل سواها. ولما تستوي خالص شوفي بقى الريحة والطعم، ولون الشوربة كمان جميل جدا. شايفين لون الشوربة؟ بيتهيألي مفيش احلى من كده. وطعم الشوربة بيفرق اوي لو عملتوها بالشكل ده. اللحمة استوت وطعمها كمان حلو قوي، علشان شوحناها شوية في الاول مع التوابل والخضار. زي ما شفنا، طريقة سهلة خالص، بس بيميزها التوابل والخضار اللي بتحطوا في الشوربة، بيخلوا طعمها حلو قوي قوي. هشيل اللحمة وبعد كده بصفي الشوربة من كل الخضار والتوابل اللي حطيناها فيها. وتستمتعوا بأحلى طبق شوربة وأطعم حتة لحمة. شوفوا بقى لون الشوربة قد ايه فاتح وجميل، بيتهيألي مفيش أحلى من كده، حاجة تفتح النفس. واللحمة كمان استوت بقت زي الزبدة، وطعمها كان غاية في الجمال. جربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبهم جدا، بس ما تنسوش تدعولي. وصفتنا النهارده خلصت، بتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وبتمنى تكونوا استفدتم منها. ولو استفدتم ياريت تعملوا لايك للفيديو وشير مع كل اصحابكم. كنت معاكم نرمين علي من قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. استودعكم الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفه جديده. سلام عليكم.